السلام عليكم الناس العزاز، الناس الغاليين، كي بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده ورزق والتيسير وما يكون ناقصكم حتى خير. وبحال ديما العزاز على قلبي لوالديكم ميتين، ربي يرحمهم، اللي حي الله يعطيكم رضاتهم ورضا الله من رضا الوالدين يا ربي. الا ما تسرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض على الله. وكنحبكم في الله كما نتوما كتحبوني في الله. شكرا 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 والشكر الله لكم على الدعم المتواصل ديالكم، على الكومنتات القيمين بحالكم بحال اخلاقكم. الله يجازيكم عني كل خير، والله يجعلها لكم نجاح لوليداتكم، واللي ما عندهاش الله يعطيهم لها، واللي باغا شي باب ديال الخير تفتح في وجهها الله يفتحها لها. وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم العزاز على قلبي. شكرا لكم بزاف، والله يجازيكم عني كل خير. وما تنساونيش بحال ديما اللي يجيكم هدا البصيمه كتمشي لي البصيمه ديالكم وكومونتيرات دوبلوهم، الله يدوبل حسناتكم. حتى الا ما بغيتوش هذا، المهم غير كثروا الوريضات قليبات، والله يجازيكم بخير. عاونونا الله يعاونكم على الدين والشهاده على كلمه حق. وندخل معكم في الموضوع يا اخوتي العزاز، ندخلوا معكم في الموضوع. كيف ما شفتوا غادي نرجعوا وغادي نهضروا على الام اللي كتقول لك الام ثم الام. بالله عليكم هذه واش تكون ام؟ خلات واحد الوسمه، كيف ما كنقول لكم، واحد وسم عار على ديك البنت. دابا غير ملي كتدخلي غادي نفكرك، قالك ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. وانت واخا نذكرك وما كتذكريش، انت غا عوده موسناس غا غادا غا غادا وتايهه. دابا ملي كتشوفي هذا الكم الهائل ديال القنوات كيحطموا المعنويات ديال ديك البنت، واخا بغات تقعد الراس ما يخليوهاش. شكون سببها؟ شكون سبب دمارها؟ شكون سبب الخراب ديالها؟ هي انت الام اللي بعتي وشريتي في كبتك بدون شفقه ولا رحمه ولا محنه. ما حنيتي ولا نهار غمضتي عينك وفقتي وقلتي انا شنو كندير. ما حنيتيش، بعتي بنتك بالغالي والرخيص وباي حاجه بعتيها. دابا كيحطموا فيها هكا وكيقلوا منها هكا. هي مشات غير باش هذا ما خلاوهاش، وكتزيد هي كتبين على ديك العزله اللي هي فيها، لان دوك ناس عندهم عالمهم بوحديتو وعندهم بزاف د الحوايج. هي العالم اللي تخرجت منه عالم ديال الام والاب. كل واحد كيشد الاتجاه الام منين تخرج وتهمك واحد اتهام كبير وتحط عليك واحد العار اللي هو فين اين وجه خلات لك باش تقابلي مع البنات مع قرانات، كيف ما كيقول بالدارجه ديالنا، اين وجه خلات لك باش هذا. وها نتوما كيف ما شفتوا مشاو كيديروا المقارنه. شوفي واش انت تلحقي لهم، واش انت ديري لهم. ويسرا كنصحك، واخا هكذاك انا كنبقى كنشفق عليها، نكذب عليكم، راه كتجيني في مقام واخا كدير اغلاط وكدير العيب بزاف. يسرا عيبها حتى هي قريب دغيا دغيا كتعيب مع الناس، وما كتخليش تحاولش تلمع الصوره ديالها وتخلي المكانه ديالها زوينه مع عائلتها. وديك الشيء دائما خسرت مع عائله باها، واخا غير يكون ديك الشيء بسيط مشات عاوتاني قلبت على عائله ما خسر. فهمتوا؟ يعني هذا هو الديفو اللي في يسرى، وفيها البخ كيف ما كنقولوا على الفاضي على وما يقول لك من تواضع لله قد رفعه. كيقول لك حنا في واحد المثل مغربي كيقول لك اللي كنعرف باه وجدو كاع ما كيهمني ولدو. يعني انت الناس عار سمحوا لي، المهم قلت كنتي الناس عارفي المستنقع من تكونتي. حاولي تصغري، نصيحه من عند الناس اللي سبقوك للدنيا. حاولي تصغري راسك، حاولي ما تبينيش العيب ديالك دغيا. حاولي، الانسان راه ديال الحياه، ماشي اي حاجه نوضوا نتناقشوا عليها ونخرجوها للعالم الاحمر حنا هذا ونبينوا بان البارح مع با سمن وعسل اليوم لا، البارح مع جداتي سمن وعسل اليوم لا، مع اقرب الناس البارح مع بنات عمتك كانوا سند ليك اليوم لا. يعني انا غير كنصحك لوجه الله، لانه والله حتى كنشفق عليك على هذا الشيء اللي كنشوف. وسبب الام ديالك اللي دايره لك، سبب الام ديالك. لانك واخا هذا انت حتى في الفيديو بعدا اللي شفت اليوم خارجه مزيره، خارجه يعني المهم حتى في ستوريات اللي كيلوحوا الناس الاخرين انت ما كايناش معاهم. المهم راك عارفه داك المجال هذا، انت ما كايناش في ديك طاقينين طاقيك في ديك المسائل الاخرى. المهم انا كنقول لك
حاولي تصغري راسك، حاولي تندمجي مع الناس، حاولي تقربي من الناس باش تخرجي راسك وتنساي داك الشيء من مورك. الا بغيتي تطوي الصفحه بالنسبه لك، اما امك راه ما غاديش تطويها، امك راه ما غاديش تخليكم تبقاو بسلام. وزيد عليه حتى الاب ديالكم، باش نكون صريحه وواضحه، حتى الاب ديالك. الام لو كانت بغات الصلح وبغات تنسى ديك الشيء، غتمشي وغتحيد من هذا العالم الاحمر كاع، وتمشي تخدم غير ديك الخدمه، وتحاول دير بزاف ديال الحوايج باش تقرب، باش تمحي الماضي، باش. ولكن للاسف الحصل وكنتاسف بزاف، لان ديك الام مازال هي البارح ما لحقتش ديك الباين اللي قال انا حقا جاني واحد التليفون من عند بنتي وهذا، وراني تعصبت وراني. المهم هو بغى يطلع المشاهده، الفيديو الاول اللايف، المهم حنا عارفينه بغى يطلع، ولكن هي ما عرفوش الناس شنو. الناس عاد كتنتظر شنو هو هذا المشكل اللي قلقوا. حتى دارت هي لايف العوده مسناسل، واجي نقول لكم بنتي راه كتعرض للتنمر في المدرسه، ما تهضرش على مشكله بنتي حقا طاطاشي. وكون غير بقيتي انت ساكته حتى بعدا تسمعيه هو اش غادي يقول. راكم بجوج بيكم، والله الا قالتها لك هاد العبده الضعيفه، قلتها لكم مازال والله ربي ما يسمح لكم على هادشي كديروا في وليداتكم، لا انتي ولا هو، بجوج بيكم بجوج. انا ما غنستثنى ما غنحيد حتى واحد فيكم، بجوج بيكم ربي ما غاديش يسمح لكم. وكتقولوا الولاد هو يكذب، يقول لك الولاد حقا حنا على ود الولاد، انت عاوتاني كذبي حقا انا بغيت ندير لولادي، انا بغيت نحيد وما تهضريش انت عطيتي للناس بان بنتك كتعرض للتنمر، وهذا شيء طبيعي، راه غتعرض للتنمر، غتعرض قالوا الا هضرت غير شي هضره تقول لا سيري لامك. حنا كنعرفوا هذا الجيل راه جيل قيمش ما يحشم ما يرمش، حاشا ولاد الناس وحاشا بنات الناس، ما كنعموش، ولكن هذه حقيقه. راه حنا كنشوفوا والله ما تجي تقول هي كلمه حتى يقولوا لها 10، لان مي غيدوزوا الاب كيفاش، مي غيدوزوا الام كذلك ومثال. يعني اللائحه الدفتر موسخ كيف ما كنقولوا، حاشا وجهكم سمحوا لي على هذه الكلمه، الدفتر ملوث، الدفتر موسخ، ارشيف ما فيه ما يتشاف. انا قلت لكم البنت غير كتحاول تخرج من ديك الشيء وتنسى اللي هذا، ولكن القنوات هانتوما كتشوفوا كيديروا المقارنه هذه طاطاش. يعني غير ديك الشيء لما تشوفوا البنت لما تحس بنقص، واخا ما عرفت القلب ديالها يكون كاع ميت، ما كينبضش، راه غادي تحس بالنقص، وغتزيد تأزم اكثر من اللي هي مأزمه. وبسبب من بسبب الام، بسبب الام، لانكو كانت الام عاقله، والام نصحوها الناس وقالوا لها الا مشى راجل يجي راجل، حتى الا بغيتي وما تخرجيش اسرار بنتك. ومنهم انا راه ماشي كنقولها في خمان، ولا كنقولها زعما كنت حزبني كنهضر مع ام معقله، وكان حزبني ام ديال بصح مديوره بها، ما حزبنيش هي داخله باش تخدم وباش تلوح اسرار بنتها باش تخدم بهم. ولا مشى راجل يجي راجل، وعاودي وتهلاي في وليداتك وقربي وليداتك، وراه تلقاي غادي يجي اليوم اللي كنحتاجو فيه وليداتنا، وغتلقاي الخير في وليداتك. ولكن ما كاينش اذن صاغيه بحال دابا. ها انتم شفتوا ياك مشات عطات اسرار، باعت بنتها للقنوات، كتعاود عطات الخبره، ما خلات ديك الشيء بلا ما نولي رجع له. راكم شفتوا على عينيكم الناس اللي متبعين هذا الشيء. وفي الاخر وفي التالي قالت لا هما ما يسوا ما يصلحوا، هما اللي دفعوني، هما اللي قالوا لي، كأن هي كتمشي جوته بلا عقل، غير جوته هكذاك طويله تبارك الله، اللي كتبها بديك الطول وبديك هذا، ولكن العقل اللي كتفكر به ما كاينش، خاوي، غير الراس بلا مخ. المخ اللي كيعطاه لنا ربي باش ميزنا على الحيوانات هي ما عندهاش. الحيوان ارحم منا. الا غير حاشا وجهكم كلب الا جبتيه وربيتيه راه كيولي يعرف، وكيولي يعني مخلص ليك. القطه كذلك ومثال، عاوتاني كيولي وفي ليك. وهذه راه ما بحالها، لين ما بغيت نردها ما غاديش نلقاها. وكتخرج شنو فاش حادقه دابا هاد الايامات الاخره، فاش حادقه يلي دايره، يلي حرفتي الناشد الوطني، يلي ما عندكش امك وانت بالله عليك غير بالمنطق، انت عندك مناش فادوك، انت حنا كنعرفوهم مناش فادوك، حيدوك من هاد الشيء اللي انت فيه. جاو شي نهار وحبسوك وقالوا لك شنو كديري، فين غادا بهاد الشيء، هاد خوتك وهذا. خرج خوك كان كيوبخ كيقول لك كنلقاو نحيدوك من الحاله المدنيه، كنلقاو ما نديرو، والناس ما
تصدقوش حتى في التالي مسكين سكتوا له الحجره، هو براسو حيدتوه لانه كيقول الحق. والديك الا ما ديتيش وما تهليتيش وما كتعاندو شكون اللي يعطيك سر راكي عارفه بلا ما نقول لك، هذا على قولك انت اللي سمعت من فمك. حتى هما غير ماديات وديال حاجتهم على اللي قلتي انت، راه تبقى لك على رقبتك انت اللي عاودتي على والديك، قلتي حتى هما خاصهم الا ما ديتي لهمش ما كاينش. وعلاش كتقلبي على حباب لبنى؟ فاش غادي يفيدوك؟ شنو غادي يزيدوك؟ شنو غادي يزيدوك؟ النشيد الوطني لا حرفات ولا راه طلعت وهبطت المحاكم، راه كاينين الناس اهل الاختصاص اللي ما يبغيوش العاده تنزل على هاد. لا انت ولا دابا شنو كتقولي؟ غير شنو انا بغيت نعرف، غير شنو كتخربقي، هذا هو اللي بغيت انا نعرف، وبزاف د الناس بحالي بغاو يعرفوا. كتخرجي فاتحه لايف حتى جمله مفيده ما كتقوليهاش. الا كنتي كتفكري سيري جمعي ولادك، سيري ديري راسك بين رجليك وجلسي واحد النهار ولا واحد اليومين بقاي تبكي وعرفي راسك انت شنو خاصك، شنو درتي في ولادك، شنو درتي في بناتك. وسيري هاد البنت الصغيره رعيها، وسيري شوفي المصالح ديالها. واش الام منين تجي وتفتح لايف في الوحده الليل تقول لك انا عاد جيت من الخدمه؟ واش بالله عليكم هذه خدات العبره في هاد 3 سنين؟ خلي الاعوام الاخرين، غير واش هاد 3 سنين خدات منها ياك الناس كلها اللي معاها كاين صحه واللي ضدها كاين صحه. ما ديريش اللايف في الطوموبيل، ما تهضريش. وهي حتى ديك النهار بنتها دايره معاها اللايف في الطوموبيل كان هاد السيده عندها الاملاك وعندها الديور، هي اللي خرجت قالت عندها 4 ديور وعندها وكتصور. ولكن عمرنا ما كنشوفوا الاستقرار ما كاينش. كيفاش غدير نجمع ولادي وانا ما مستقراش؟ كيفاش غادي يحسوا الحنان؟ فوقاش غادي نهضر مع ولادي ونناقش معاهم وانا دائما غايبه، دائما ابسو، دائما نص الليل، الوحده الليل، جوج الليل انا مازال. انت كتخدمي بوحدك، خدمي راعيه. والناس يقولوا ديري الاوقات الخدمه بوحديتهم ولا الاوقات اللي تعطي لوليداتك بوحديتهم، لانك انت داك الولاد راهم باقين في امس الحاجه. ما تفقديهمش كيف ما فقدتي البنت الكبيره، ما تضيعيهمش كيما ضاعت البنت الكبيره. حاولي ترمي، الا لقيتي ما يترمم رمي في هاد البنت اللي راها مازال، راه غدا من غدا. وها عقلوا، ياك انا هضرت معاكم قبل حتى ما يخرج لا الاب ولا الام، قبل لا يا ربي تسمح لي، قبل حتى ما تخرج الام قلت لكم يا ودي هاد الاب راه اي حاجه قد هكذا مشات لهم البنت الكبيره. دابا كيحاولوا يخدموا عاوتاني بهادي، لان ما عندهمش شي حاجه جيده اللي يقدموهم، غير مشاكلهم، غير الهم ديالهم اللي كيتشاركوا. والام كذلك ومثال، ما بغاتش تاخذ العبره، ما بغاتش تفيق من النعاس اللي هي فيه. وحد هنا نقول لكم